السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح. حنان راشوارد معكم، نحييكم ونرحب بكم حبوباتي الغاليات. إذن كما راكم تشوفوا هذه لقطات من خرجة، يعني كنت خرجتها للمركز التجاري الواحة. راح نبارطاجي ونشارك معكم بعد قليل يعني في هذا الفيديو بعض المشتريات اللي شيتها من هذا المركز. ولكن قبل هذا خلونا نفوتوا في موضوعنا اللي راح يلامس قلوبكم مشاعركم على بالي بهذا الأمر، وإن شاء الله أيضا تستفادوا منه. إذا راح نبدأ الفيديو ديالنا بهذه المقولة اللي تقول: ويحسب المرء نفسه عزيز في قلوب أحبته ثم يأتي موقف ينهي كل هذا الظن. نعودها: ويحسب المرء نفسه عزيز في قلوب أحبته ثم يأتي موقف ينهي كل هذا الظن. آي آي واعرة بزاف هذه الجملة، واعرة بزاف، خاصة اللي قاسوا منها وعاشوها وعانوا منها وتعرضوا للخذلان، تعرضوا للمشاعر القاسية، ربما للانهيار. لأنه هذا الأمر صعب جدا، خاصة لو كان يجي من ناس قرب لنا بزاف. تخيلوا أنكم تعيشوا حياتكم كامل أنتم تحبوا ناس على أساس أنهم تانيك يحبوكم ومحاطينهم في أولوياتكم على أساس أنتم أيضا في أولوياتهم، ولكن بعد مدة يتضح أنه كل هذا الأمر ما كانش منه كامل خدعة، وكأنه هذا الأمر كامل من نسج خيالك أنتي وحدك. يعني تفيقي بين نهار وليل تلقاي انه هذاك الانسان ولا هذاك الانسان اللي حياتك كامل وانتي كنتي حاسه نفسك انك عزيزه عندها ولا عزيزه عنده، تطلع هكذاك على فشوش، يعني ما كاش منها. هنا بالتأكيد كل المشاعر القاسية، كل المشاعر الموجعة راح تجيك. يعني التخطي راح يكون صعب بزاف، خاصة إذا كانوا الناس هادو عزاز علينا بزاف. ما تقولوا ليش أنه هذا الأمر ما كاش منه، لا، ومش لازم أنه هذا الأمر نتعرضوا له يعني دائما، ولكن ممكن أنه نتعرضوا له في أي فترة من فترات حياتنا، سواء من أصدقاء، سواء من عائلة، سواء ليسونسيال. نحن دائما في عرضة لهذا الأمور. لهذا لابد على الشخص ولا عليك أنت أختي أنه تعملي على شخصيتك وتقويها. تقوي شخصيتك مش باش تحقري الناس ولا باش تزوخي على الناس ولا باش تباني واعرة، لا لا، هذا ضعف بحد ذاته. قوي شخصيتك فقط باش تدافع على نفسك، وباش أيضا تحمي نفسك من أي شخص ممكن أنه يأذيها في وقت معين. تحميها. وعلاش تحميها؟ باش ما تعيشيش المشاعر اللي ممكن تدمرك واللي ممكن تدخلك في حفرة لا متناهية. شحال من وحدة فقدت الأمان في الناس، تقولك باللي أنا بعد ما تعرضت لهذا الموقف مع ناس كنت نحبهم وكنت حاسبة أنهم أيضا هم يحبوني، في دقيقة لقيت باللي ما عندي حتى قيمة عندهم. وليت نحس باللي ما كانش أمان في الدنيا هذه. وليت نشوف باللي ما كاش منها الصحبة، ما كاش منها يعني ما كاش منها أنه تكون عندك صديقتك، ما كاش منها أنه تكون عندك قريبتك قريبة ليك ليسونسيال. إذا كل هذه الأمور باش ما تطيحيش فيهم، قوي شخصيتك واحمي نفسك. باش تحمي نفسك ما تعيشيش هكذاك برك، تعيشيش كما نقولوا احنا مطلوقة هكذاك برك، لا لا، لازم تعيشي وانتي فريمون تعرفي تسيري نفسك كيفاش وعلاش. قلنا كيفاش، دوك نقولوا كيفاش وعلاش باش نحموها. احنا مسؤولين على أنفسنا، من واجبنا أنه نحمو نفسنا قدر المستطاع. كيفاش؟ أول حاجة لازم تعمليها هي الحدود. توجو خلي حدود مع الناس حتى ولو كانوا قرب منك. الحدود راح تكون خط حماية بالنسبة ليك، خط يمنع أي إنسان أنه يتجرأ ويعيشك مواقف انت ماكش حابتها ولا يأذيك بطريقة معينة. لأنه الأذى ما يجيش برك بالضرب ولا بالمعايير، ممكن يعني يجي بطرق عديدة جدا. أنا باش نحمي نفسي بهذا الأمر أحمي نفسي وأضمن راحة نفسيتي، أضمن راحة نفسيتي، وهذا أهم شيء، راحة نفسيتي. ثاني شيء
أو وضعي نفسك دائما في أول أولويات. دائما نقول لكم أنه لازم نفسكم تكون في أولى أولوياتكم. ما تحطيش فلانة وفلتانة هي الأولى وتقولي أنا تانيك عزيزة عندها. وش دراك أنتي وش هي قيمتك عندها هي؟ اسكو انتي دخلتي في داخلها؟ لأنه من ذاك ننخدعوا بالضحكة. ننخدعوا بالضحكة. ممكن اللي تضحك معك بزاف هي اللي راهي شادة منك بزاف، بين قوسين. لهذا دائما خلي أولويتك فوق كل الأولويات، نفسك ثم يأتي الباقي. أنا ما نجيش نفضل إنسانة ولا إنسانة، فلانة ولا فلانة، ولا صديقتي ولا صديقتي، ولا يعني زميلتي، ولا ونحطها في رأس الأولويات ونقول لا هي بس أنا تانيك عزيز عليها. لا 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 لا. لأنه لو كان تحطيها في رأس أولويات حياتك، لو كان تتعرضي لمشكل معاها ويحدث لك خذلان ويعني وتعمل لك يعني ديجاست يبينوا باللي انتي ما تسوي والو عندها، صدقيني راح تعيشي إحساس مر بزاف، يعني إحساس فظيع جدا. كاين اللي تقول لك انا جاتني من اختي، كاين اللي تقول لك جاتني من سلفتي، كاين اللي تقول لك جاتني من قريبتي، كاين اللي تقول لك جاتني من زميلتي، كاين اللي تقول لك جاتني من صاحبتي. اه وي اذا فريمون انتي كنتي حاطه هاد الناس قبلك في كل شيء، بالتاكيد نهار اللي تتعرضي لموقف مش مليح منهم، ولا مثلا تكتشفي في مثلا في موقف معين انك انتي ما تسوي والو عندهم، هنا فريمون راح تنكسري انكسار شديد بزاف. حنا راه لازم نحمو نفسنا. اذا حطي ديما نفسك هي أولوية، نفسي ثم نفسي ثم نفسي، ماش أنانية فقط حماية. لأنه كي تحبي نفسك ما راح تظلمي حتى شخص، بالعكس. ما تبديش أيضا أي شخص قيمة فوق قيمته، يعني ما تزيديش عليها بزاف. احنا ما على باليش وعلاه، خاصة احنا بنساء نزيدوا عليها بزاف. يعني تلقاي عندها صاحبتها اوكي، صاحبتك انتيم اوكي معليش، تلقايها تحكي لها كل شيء على حياتها، حتى التفاصيل، يعني حتى تفاصيل مثلا مع زوجها، تفاصيل يعني دقيقة، أملاكها، أسرارها تحكيها لها. لما يجي موقف وتكتشف أنه هذه صديقتها ما كانتش يعني بهذيك موضع ثقة، وما كانتش تستاهل الثقة اللي مدتها لها، هنا راح تهبل، راح تخذل بطريقة بزاف كبيرة، تلقى سرارها شاعو، تلقى حياتها ضاعت، تلقى المشاكل جو لحياتها فقط لأنه زادت عليها بزاف. شحال من وحدة صاحبتها دات لها راجلها، كاينة منها ولا ما كاش؟ بيسكو على دخلتها لدارها ولات كي شغل جو سي با انايا، ولات كأنها فرد من العائلة، تدخل تخرج كيما تحب، تقعد مع راجلها، راجلها يوصلها. الوغ غير الخير ما تزيدوش عليها بزاف. الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات. إذا ماشي تدخلي أي شخص لحياتك وترجعيه سيبون، وترجعيه سيبون من الدار، كاش منها هذه، ما نزيدوش عليها بزاف. لأنه معظم الخذلان ومعظم المشاعر القاسية تأتي من هذا الأمر. لهذا إن شاء الله تاخذوا يعني هذا الأمر بعين الاعتبار، وتوضعوا لنفسكم خطة باش تحموا بها نفسكم، توضعوا لنفسكم قيمة. قيموا نفسكم وحطوا أولوية لنفسكم، وعملوا حدود مع الناس حتى جامي تعيشوا هذا الإحساس اللي ما هوش مليح. قلت واعر بزاف إباوي، اللي مجربوا يعرفوا. أنا هنا حبوباتي إن شاء الله يكون هذا الهمسة، إذا حبيتوا يعني تقول عليها همسة من القلب إلى القلب، فريمون هاد الهمسة جاتني يعني هكذاك برك. سبحان الله، تفكرت موقف معين قلت نقولها ونشاركها مع صحباتي، مع خياتي، مع حبيباتي اللي معانا هنا في عائلتنا في اليوتيوب، ونشوف شو رأيهم في هذا الموضوع. نستنى آرائكم في كومنتار حبوباتي. إذن الآن نرجع للمشتريات.
واش شرينا في المركز التجاري الواحة جاي في بين رويبة وعين ضايا. الوغ هنا في عرجي في الجزائر العاصمة. على بالي بزاف اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش رانا قلنا وين جاي. الله يبارك، يعني المركز التجاري هذا فيه بزاف أشياء، يعني من منتوجات غذائية للأواني للكتب للكوسميتيك، يعني ما شاء الله، يعني متجر فيه يعني كل شيء. الوغ ما قدرتش نصور لكم الداخل بيسك كان الغاشي بزاف، على بالكم بلي هاد الايامات يعني قبل رمضان يعني وين تدخلوا تلقاو الناس بزاف. الوغ على بالكم ما نقدرش نصور نحكم الناس الى اخره. الوغ معليش، صورت لكم شويه الطريق هذيك. مشترياتنا كانت بسيطه جدا، على بالكم ديجا بارطاجيت معكم مشتريات، وهذه بعض المشتريات الاخرى اللي زدت شريتها. هنا راني نوري لكم في الواحه الوغ الساشي ديالها. الوغ كيما راكم تشوفوا شرينا غانو، شرينا ماشي غانو، منتجات غانو. الوغ شرينا يعني كيما راكو هاد المنتجات تاع غانو فلان، الوغ كراميل فاني. وشرينا ايضا فلان بذوق الشوكولا، ان شاء الله نجربوه، مازال ما جربتوش انا هاد المنتجات للشاف غانو. الوغ راح نجربوهم ونقول لكم واش هو رايي في هاد المنتجات. يعني على حسب الشوفة تبان ما شاء الله، وعلى بالكم الشاف غانو يعني شاف معروف، وصفاته ما شاء الله. الوغ راح نجربوا إن شاء الله منتجاته ونقول لكم وش هي رأينا. أيضا شريت بعض من الفلان نوارة اللي ما يخطيناش، على بالكم الراعي الرسمي لشهر رمضان. الوغ بذوق الشوكولا فخاز فاني. شرينا هنا باكي بيمو فقط يعني لهاد الأيام. شريت هاد الشوكولا راح نجربها إن شاء الله، يعني في الحلويات نجربها في شهر رمضان، نديرو شوية حلوة هكذا في السهرة، حاجة سكرية كنطلعو بها الانرجي. الوغ ان شاء الله نجرب هاد الشوكولا اولي ونقول لكم وش رأيي فيها. هذه اسمها شوكولات اولي. الوغ جامي جربت هاد لا مارك، راح نجربوها ان شاء الله. شريت قيس 20 ميل هنايا، يعني بالميزان الأخرى قولوا لي المايزينا النشاء، لأنه على بالكم في شهر رمضان نستعملوها بزاف مع التحليات إلى آخره، ألوغ نسحقوا النشا. ألوغ شريت هنا مقدار. شريت أيضا هذاك لو طاس هذاك اللي كنت تشوفوا فيه هذاك شوفوا، بيسك أنا في رمضان نحب ندير لي كريب صالي لي كريب سكري. ألوغ جو بريفير نوجد من قبل لاباط ونخليها فيه، وكي يوجد الوقت باش نطيبها نجبدها ديريكت. شريت هذا الفرomاج لقيته يعني خاص بالبيتزا والكغاتا. هاد المورسو هذا طاح لي اسنا 15,000 جو بونسا 15,000. كاين يعني هو جاي على حسب الكونتيتي، هذا 15,000. ان شاء الله يعني كي نجربو راني نشارككم فيه باذن الله. واسمو قداده لا جو سي با هكذا. الوغ شريت هذيك السنيوه خفيفه ظريفه باش نحطو فيها ان شاء الله في شهر الفاضل شويه لي تحتويلات الى اخره. شريت هذاك الكاس اللي كنت تشوفوا فيه عجبني بزاف، نشرب فيه شويه قهوه الله الله، قهوه بالحليب. الوغ شريت هاد الزوج طماطم مصبره، ديجا شريت من قبل مي زدت هادو الزوج. على بالكم جاي شهر الفاضل نحبو نستعملو بزاف هاد الطماطم المصبره في الشوربه وفي الجوازات الى اخره. الوغ كيما راكم تشوفوا هذه كانت مشتريات بسيطة جدا اشتريناها من المركز التجاري الواحة. فريمون قلت لكم يعني اللي مازال ما قدرتش ولا اللي حابة تتسوق وتشوف يعني واش كاين تروح ليه، ما شاء الله فيه كل خير، يعني الله يبارك. أنا كنت قضيت هاد الصوالح لأنه كنت شريت ديجا، ألوغ تفتفت منا ومنا وجبنا هاد الصوالح يعني اللي خفاف وظراف كيما راكم تشوفوا فيهم. ألوغ أيضا دوك نوريلكم منتوجات أخرى، ولكن هذه ما كانتش من الواحة لأنه كنت شريتها من مكان آخر، فقط حبيت نوريها لكم. شوفوا أخواتي، أنا لما نبارطاجي معكم ولا نشارك معكم هذه المشتريات فقط من باب أنه نقصر معكم، يعني نشارك معكم أمور بسيطة، يعني حتى يعني نعيشوا أجواء العائلة، ولا واش رايكم؟ أيضا قلت لكم كنت شريت هادو ماشي من واحة، يعني من مكان آخر شوية تاع زبيب شوية تاع جوز، وهذيك أيضا سليلة. بون هذيك السليلة شريت فيها زوج، واحدة كبيرة وواحدة هاد صغيرة، نحطو فيها شوية ديسير ولا
يعني متعددة الاستعمالات. وهادو هما كانوا مشترياتنا بالصحة والهنا، خفاف ظراف يعني ليسونسيال كيما يقول لك، ربي يتقبل منا إن شاء الله. إن شاء الله صيامنا إن شاء الله، ويدخل علينا شهر الفضيل بالخير والبركة إن شاء الله. الو خياتي، إن شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم. ما تنسوناش بالتعليقات والبارتاج وأيضا لي كومنتير واللايكات. نحبكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.